عايزين نقول لكم من ساعه ما نزلنا اجازه على مصر واحنا بنحاول نيجي ناكل هنا في مطعم حجوجه، بس دايما بنلاقي زحمه رهيبه جدا وانتظار طويل. فبنقول فاكس مش هنستنى كل ده، بس دايما كان عندنا فضول ليه الناس بتقعد وتستنى كل ده؟ يا ترى ايه السر؟ فتعالوا مع بعض نستكشف ايه السر، وتعالى نشوف اذا كان هيطلع يا سلام ولا اي كلام. مبدئيا كده المطعم موجود على طريق السويس في شارع الصعقه عند الحديقه المدفعيه. الحمد لله اخيرا جه اليوم الموعود اللي هو كان اخر يوم لينا في مصر، فقررنا بقى اليوم ده ان احنا لازم بقى نروح بدري جدا. فرحنا اول ما فتحوا على طول على الساعه 3 بعد الظهر، بس ما وصلناش 3 بعد الظهر بصراحه، وصلنا 3 ونص. فوصلنا كنا على الامل بقى ان احنا خلاص بقى رايحين اول ناس بقى والدنيا تمام وكله زي الفل. لقينا لا، قدامنا ناس كتيره جدا، فاخدنا رقم كده زي الشطار ورحنا خلصنا امورنا ومشاورنا وكل حاجه، اتاخرنا كده ساعتين ورجعنا بعد كده. كان لسه برضو في قدامنا 15 عيله. المهم يعني الحمد لله الوقت عدى بسرعه ودخلنا الحمد لله. عايزين نقول لكم بقى اول ما دخلنا على طول بجد هتعيشوا اجواء ريفيه مصريه اصيله، من اول الديكور للشباب اللي بيخدموا عليك للتصميم الداخلي للاكل نفسه كمان. فالاكل كان طعمه حكايه بجد، كل طبق احسن من التاني. ومش هنكون بنبالغ فعلا لو قلنا ان ده من احسن المطاعم اللي اكلنا فيها السنه دي في اجازتنا في مصر. ولكن عندنا رجاء خاص لاداره المطعم، يا ريت لو تضيفوا المحشي كرنب وكمان منيو الحلو، وبكده انتوا هتضمنوا الناس مش هتمشي والناس هتقعد. وطبعا كمان لو تحلوا مشكله الزحمه دي والانتظار الطويل ده، ان انتوا مثلا تعملوا ابلكيشن او حجز مسبق اونلاين، ده هيسهل كتير. وطبعا السؤال التلقائي لازم هتساله نفسك لما تروح على اي مطعم، هل هتيجي تاكل في المطعم ده تاني بعد كده ولا لا؟ وكانت الاجابه اكيد طبعا. وبالتالي اكيد ياخد معانا يا سلام جباره جدا. ودي كانت تجربتنا النهارده، اكيد حابين نعرف تجربتكم انتوا كمان، وحابين نعرف تحبوا تطلبوا دايما تروحوا هناك. ولو اول مره تشوفونا، هي رنا وانا علي. لو الفيديو عجبكم لايك شير سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو الجاي. مع السلامه.